إخواني الصناع، في هذا اليوم المبارك حنا محظوظين باش نتواجدوا هنا جميع الصناع وصانعات هذا التقطير وهذا المجهود اللي بذلته القافله كجهه وكوزاره وكغرف الصناعه التقليديه، غرف الصناعه التقليديه اللي هي رافعه ومواكبه لمخططات التنميه واستراتيجيه 2015. بالمناسبه كنشكر الجميع اللي جا من بعيد واللي جا من قريب، من قلعه المكونه، من اسيو، من امير، من النيف، من بومبالدات، من المنطقه ديال تودغا السفلى، حرق المرابطين، حرق اليمين، وكذلك صناع تقليديين محليين ومراكز ديال التكوين المهني. تنشكر بالمناسبه المركز ديال اميضا، جمعيه فضاء المقع، جمعيه انزل، جمعيه نساء الغرب، جمعيات الخياطه والتعاونيه، وجميع الجمعيات ديال الصناعه التقليديه اللي في حارة المرابطين، جمعيه وتعاونيه، وكذلك الفخاره، التعاونيه ديال الفخاره، تعاونيه الازهر، كذلك الصناع الفرادى والمقاولات. اخواني الصناع، تنشكر بالمناسبه تسكنوا باسمكم المقطرين، وكذلك السي مراكا وهو غني عن التعريف، هو راديو ام اف ام اكادير وكتسمعوه يوميا، وصلت منه واحد الطلب انه يربط الاتصال بالجمعيات المهنيه ديال التنغير يدوزها ام اف ام، وتنطلب منه الوعد انه هذا الوعد يتحقق، لانه كنسمعوه كيدير لقاءات وكيوجه تعاونيات وجمعيات وحرات لما لا هذه المنطقه انها تحظى بالنصيب ديالها في الاعلام الجهوي والوطني. بالمناسبه تنشكر السيد رئيس غرفه الصناعه التقليديه لاكادير، رئيس غرفه الصناعه التقليديه لورنيزات، وكذلك والي الجهه ورئيس الجهه اللي تيعطينا الدعم ديالو، وما ننساش السي هشام اللي هو معنا ويتفضل معنا لانه اطار. السي هشام معروف بالاسم ديالو على صعيد الجهه، وهو اللي تيكلف بالجمعيات، وهو اللي تيكلف في اللجنه ديال الصناعه التقليديه ولجان، وهو الرابط الاساسي بيننا وبين الجهه. إذا السي هشام هو اليوم موظف، ولكن ما كنعتبروش موظف، هو صانع تقليدي وهو إطار جمعوي، وهي خلية النحل اللي في الجهة اللي ما عمرها كتبرك ولا كتجلس في المعيد تاع اللي كيجرب. تنوجه الشكر للعامل صاحب الجلالة على إقليم تمير على المجهود ديالو، ونشكر هذا الفضاء اللي حنا متواجدين فيه، الجمعيات الفيدراليات. إخواني الصناع، كما لا يخفى عليكم أننا أمام افتراق مع الجهة الحانونة ديالنا، جهة سوسمة الصدرعة، وغنمشيو لواحد الجهة ديال الضرعة التافهة. هذه الجهة اللي غادي نفتقدوها ما عمرها خيبتنا، والحمد لله أن لجنة الصناعة التقليدية والاهتمام اللي ولاتو الجهة في هذه الفترة هذه ما عمرها كانت في التاريخ ديال الجهة إلا في هذه الفترة هذه. الجهه دعمتنا في افرينا غازيه، كاينين الناس ديال صغرو وكاينين الناس ديال تودغا السفلى استفدوا من افرينا، استفدوا الجمعيات من ماكينه ديال الخياطه، وكذلك وسائل ديال الوقايه فيما يخص النجاره. ومستقبلا ان شاء الله عندنا واحد البرنامج من هنا واحد شهر ونص، هذوك الجمعيات وهذوك التعاونيات اللي خدامين اللي يستاهلوا الدعم
الجهه ديالنا غتدعمهم ان شاء الله. ما غاديش نطول عليكم، وغادي نشكر السيد باشا مدينه تنغير والسلطات المحليه، الامن الوطني، واطر ديال العمله ديال تنغير على الاهتمام ديالهم. وما نخفاش ما ننساش رئيس وكاله الصناعه التقليديه السي مبارك يطلع. جات واحد اللحظه اللي نعطي الكلمه للسي هشام، واخا ما يبغيش ياخذ الكلمه نعطيه الكلمه. انا خرجت. غنكون مختصر جدا باش نخلي للسي العوان انه يتفضل بتقديم الشواهد المشاركه للحرفي والحرفيات. بدء اشكر جميع الحرفيين والحرفيات المنتمين لاقليم تنغير على حضورهم ومواظبتهم على هذه الايام التكوينيه، كما اننا نتمنى لكم التوفيق والنجاح في مساركم المهني. ولا يفوتنا كذلك اننا جد مسرورين بتواجدنا رفقه طاقمنا المكون من الاساتذه الكرام ومن المنشط الإذاعي السي محمد بركة وباقي الأعضاء ديال مجلس الجهة، وأتمنى لكم التوفيق وشكرا. شكرا للسي عبد الجبار العوان، شكرا للسي هشام التبلي. بدوري أوجه الشكر باسم اللجنة المنظمة إلى السلطات الإقليمية، السلطات المحلية، أيضا إدارة فضاء المركز الاجتماعي التربوي، وأيضا لكل الصناع والصناعات التقليديين والتقليديات على الحضور ديالهم، على المواكبة ديالهم، على الصبر ديالهم لمتابعة هذه القافلة. طبعا كيف ما عرفتوا البارح كانت تقريبا واحد 820 صانع وصانعة تقليدية، وهذا 820 يعني كلها صوبت لها الشهادة ديالها. ما غاديش يمكن لينا باش نوزعوا الشواهد على الجميع. الشواهد ديالكم كلكم راهم موجودين عند السي عوان والسي مبارك، راه غادي تلقاوهم كلكم. خدينا بعض النماذج باش نوثقوا للذكرى، باش نوثقوا اللحظه، على اساس غادي نعطيو بعض الشواهد لبعض الاخوه اللي حاضرين معنا. بالنسبه للباقي كيف ما قلت راه الشواهد كاينه عند الاخوان اللي هما مسؤولين على الصناعه التقليديه باقليم تنغير. مساله اخرى وهذا واحد اللي عطاها السي العوان، فاذاعه MFM هي رهن اشارتكم، وكنقول لكم على اساس ان شاء الله من دابا واحد شهرين او 3 شهور غادي يتغير البث، وغادي يولي البث بالساتيليت، ما غاديش يبقى بلونتين، وبالتالي غادي يتوحد يعني البث في كل انحاء المملكه. وهذا وعد مني صادق على اساس انني طاقم اذاعه MFM غيجي عندكم حتى لتنغير، وغادي ياخذ معكم خصوصا قطاع الصناعه التقليديه. ندوزو للمرحله نتاع توزيع الشواهد. سي عمر ايتلباش. عمر ايتلباش. الكلام ديالنا على الصعيد الوطني. بالمناسبه كنشكر الصحافه المحليه ان هي الدعامه للمتنفس ديالنا فاش فيما كان شي تظاهرات هما يديروا التغطيه في المستوى. وتنشكر الجميع وتناخذ لكم موعد ان شاء الله في اللقاء القادم. اذا بالنسبه للشواهد كما رجع على لسان السي بركه 820 شهاده راه ما ساهلاش، ما غاديش نعطيو 820 شهاده. الحاليه اللي كاينين عندنا غادي نصاوبوهم وغادي نقدوهم كل رئيس ديال الجمعيه غادي نعطيوه الشواهد باش يعطوهم الناس المنخرطين ديالهم. الناس الفرادى بعد غدا ان شاء الله غادي تجيو الوكاله ديال الصناعه التقليديه، غادي تلقاونا كل واحد غادي نعطيوه الشهاده ديالو، ولا اللي قريب لينا راه ماشي مشكل. بالنسبه للجمعيات والتعاونيات، رؤساء ديال التعاونيات والجمعيات يجيو عندنا نسلموهم الشواهد باش يعطيوهم المنخرطين ديالهم. وشكرا للجميع.